ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ عايزاكم النهارده بقى تشوفوا معايا الفكره دي هتعجبكم جدا. هي علبه بلاستيك بس، والحبل بتاع الغسيل ده بيتباع عند اي محل من مستلزمات الادوات المنزليه. يعني انا جايبه الرابطه دي 10 متر ب15 جنيه تقريبا او ب10 جنيه. يعني مش هتكلفنا اي حاجه. اول حاجه هقفل بس الرباط اللي هو الحبل من بره، وهثبته كده على العلبة من على غطاها يعني بمسدس الشمع. وطبعا قبل اي حاجة زي ما انتوا شفتوا كده قصيت الطرف عشان يكون متساوي، وثبته بمسدس الشمع علشان يكون شكله حلو يعني. بعد كده هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده هعمله خطوط كده لحد ما اغطي الغطا بالكامل. عايزاكم تشوفوا الفكرة للاخر، هتشوفوا ازاي العلبة البلاستيك دي اللي كان ممكن جدا ان هي تترمي اتحولت لتحفة بمعنى الكلمة. زي ما انتوا شايفين كده كل صف طبعا لازم بثبته بمسدس الشمع عشان ايه؟ يبقى منتظم ويبقى الفينش بتاعها تمام. هكمل بنفس الطريقة، ولو مش متاح عندنا مسدس الشمع ممكن جدا ان احنا نجيب الشمع ده بس ونسخنه على اي حاجة زي مثلا شعلة بوتاجاز عادي جدا، ونبدأ نستخدمه الاستخدامات اللي احنا محتاجينها عادي، مفيش اي مشكلة. يعني ما نوقفش الفكرة على حاجة مش متاحة عندنا. هكمل بقى بنفس الطريقة. وعلى فكرة القناة عليها افكار كتيرة جدا وهتعجبكم باذن الله، فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. وطبعا ما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل اللي بيشجعني على طول ان انا اكمل واعمل لكم فيديوهات اكتر. زي ما انتوا شايفين كده هكمل بنفس الطريقة. والخطوة دي مهم جدا ان انا مع كل جزء اثبت بشمع كويس جدا عشان يبقى الحبل معايا منتظم وما يكونش فيه فراغات باينة. هكمل بقى. زي ما انتوا شايفين كده طبعا مستنية رأيكم في الكومنتات. ولو في فيديو او في فكرة انتوا حابين ان انا انفذها وما لقيتوهاش عندي على القناة ياريت تكتبولي وانا اعمل بيها فيديو مخصوص. طبعا دي حاجة بتفرحني جدا. هفضل اعمل كده لحد ما اكمل واغطي الغطا بالكامل بالشكل ده. بس كده الجزء ده هثبته كويس جدا، وبعد كده هشيل خلاص الحبل اللي انا مش محتاجاه ده، واكد ان انا ثبت الجزء ده كويس جدا عشان ما يفكش مني بعد كده. الخطوة اللي بعد كده هرش بقية العلبة بالسبراي. طبعا ممكن الخطوة دي نستبدلها ونغطيها بنفس الطريقة بالحبل، وممكن كمان نغطيها بقماش خيش او باي نوع قماش احنا متاح عندنا، او بفوم جليتر مفيش مشكلة خالص. بس انا حبيت الصراحة ان انا ارشها علشان حسيت ان الشكل كده هيكون احلى بكتير. هستنى طبعا لما السبراي ينشف. وعلى فكرة السبراي ده ما بيحتاجش اي وقت ان هو ينشف، بينشف بسرعة جدا وثابت جدا وبيتفرد كويس قوي على البلاستيك عادي. هبدأ بعد كده اثبت بقى الحبل بطريقة الزجزاج كده على العلبة نفسها عشان يبقى برضو فيه
ترابط كده وفي شكل كويس ما بين العلبة وما بين الغطا بتاعها. طبعا لو مش متاح السبراي ومتاح عندنا اي نوع الوان بس يكون بيثبت على البلاستيك طبعا هتنفع معانا برضو. وممكن نغطيها بالكامل بالحبل زي ما عملنا في الغطا، بس انا حسيت ان هو كده احسن وشكله احلى، وبصراحة كده كده السبراي كان عندي فحبيت استخدمه يعني. همشي بنفس الطريقة لحد ما اكمل العلبة برضو بالكامل. شايفين؟ وكل جزء طبعا بعمله لازم اثبته بمسدس شمع كويس جدا عشان ما يفكش، وهو ما بياخدش وقت، بينشف طبعا في ثانيتها يعني. كده تمام. هثبتهم في بعض، اخر جزء دول الطرفين دول هثبتهم في بعض كويس جدا، وهشيل بقية الحبل. طبعا مش هرميه لان اكيد هستخدمه في حاجة تانية. وبقى ده شكلها، وده بقى شكل الغطا. اخر جزء عندي واخر حاجة كانت عندي الاكرة دي، كانت اكرة درج واتخلعت، فطبعا ايه شلتها عشان استخدمها في فكرة من الفيديوهات دي. وطبعا كانت لايقة جدا بلونها وشكلها على الفكرة اللي انا عملتها وعلى العلبة بعد ما خلصت. ايه رأيكم؟ انا استخدمتها كمنظم للتوك، وطبعا ممكن نستخدمها في افكار كتيرة جدا، كل واحد على حسب استخدامه وعلى حسب ما بيحب يستخدمها في ايه. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، وما ننساش اللايك والشير وطبعا الاشتراك في القناة وكومنت جميل. واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.